من اصغر مقاس 11 مصري مش امريكي كمان، لاكبر مقاس 32 مصري، هتقدر تحصل على الدبلة الجميلة دي من سرايا عابدين. تفاصيلها ايه وتكتب عليها ازاي وتستلمها ازاي؟ يلا بينا. اصغر مقاس من الدبلة ممكن تحصل عليه 11 مصري، يعني ممكن كمان بنت ايديها رفيعة تلبسها. الاكبر مقاس شوفوا داخله جواها اصلا، لاكبر مقاس 32، وعاوز لحد 35 كمان اعمل لك. دبلة بنقش محترم بارز جدا، والدبلة محملة باوزان تبتدي من 16 ل 22، ده بيبقى حسب ايد الصينية وايد المقاس نفسه. وعلى فكرة الوزن ملوش اعتبارية في تطبيقة او ان الفضة تبوظ معاك، بالعكس ساعات فضة بتكون خفيفة لكن معمولة باحترافية زي كده مش بتطبق معاك. وشوف بروز النقش وشوف التفاصيل وشوف الجمال، بتوصلك فاضية كده من النص. طيب اقدر اعمل عليها ايه تاني؟ اقدر اكتب عليها اسم كامل من بره زي كده، واقدر اكتب عليها اي حاجة انا عاوزها من جوه بس يكون الاسم قصير، واقدر اعمل عليها حرف واحد اما عربي واما انجليزي، واكتب عليها اي حاجة انا عاوزها من جوه، ان شاء الله بيت شعر حتى طويل. طيب انا مش عاوز حرف او اسم او مش عاوز اي حاجة، ومش عاوز كمان الدايرة البيضاء، هعمل لك الوردة الجميلة دي كشكل من السيمترية وتكميلة للرسم. ايه تكميلة؟ المفروض تكملة للرسم، هتبقى تحفة في ايدك جدا. الدبلة هتقدر تحصل عليها بأي مقاس انت عاوزه وأي شكل تقدر تكتبه عليها في خلال أسبوع، وضمان سرايا عابدين على الفضة والأحجار. دبلة مميزة جدا، هنعمل منها عدد محدود علشان نظل دايما مميزين. متينة، مش هتطبق في ايدك، مش هتعاني منها. فضة عيار 925. أشوفك دايما على خير.